السلام عليكم، اهلا بكم في قناة معلومة من الصيدلة. النهارده جاي نتكلم عن اهم دواء تخسيس واقوى وافضل دواء تخسيس ممكن تستخدمه في شهر رمضان. ببساطة لان هو دواء سهل جدا في استخدامه، بيشتغل من اول ربع ساعة تقريبا، او من اول ما بتاخده بيشتغل. ففي خلال ال 15 يوم اللي فاضلين في شهر رمضان الدواء ده ممكن يخسسك من 7 ل10 كيلو، لان الدواء ده بيحفز حرق الدهون وبيمنع امتصاص الدهون الموجودة في الاكل. فطبعا هتستغرب لما اقول لك ان الدواء ده لازم تاخد، يعني ما بيشتغلش غير وانت واكل، فهتعرف معايا ليه انا بقول الكلام ده. طيب، عايزين الاول نقول اسم الدواء ده بالنسبه للناس اللي عايزه تعرف اسم الدواء. وعلى فكره الدواء ده متوفر في كل الدول العربيه تقريبا، هو فعلا متوفر في كل الدول العربيه. فلو انت بتسمعني من مكان بره مصر فبسهوله هتقدر توصل للدواء ده. طيب، الدواء ده اسمه ايه عشان خاطر الناس اللي عايزه تسمع اسم الدواء ده تخرج؟ فهنقول اسم الدواء اسمه اورليستات. اورليستات، وده اسم الدواء وده اسم الماده الفعاله برضو. بالنسبه للناس اللي عايشين بره مصر فهتروح اي صيدليه تقول له اورليستات فهيديك دواء بنفس الماده الفعاله ايا كان اسمه التجاري. لو انت لسه مكمل معايا فتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان هينزل فيديوهات تانية تفيدك ان شاء الله. طيب، خلينا عايزين نعرف حاجات مهمة بقى عن الدواء ده. اول حاجة زي ما قلنا الدواء ده طريقة استخدامه هي يا اما قبل الفطار بربع ساعة، يعني قصدي قبل الفطار مباشرة، طبعا مش هيستنى ربع ساعة، قبل الفطار مباشرة او مع الفطار او بعد الفطار مباشرة، لان هو بيشتغل على الاكل. طب بيشتغل على الاكل ليه؟ لان الدواء ده بيمنع امتصاص الدهون اللي في الاكل، طبعا ما اكثر الدهون اللي هتكون موجودة في شهر رمضان، فهيكون فعال جدا في خلال شهر رمضان. طيب، ايه تاني محتاج اعرفه عن الدواء ده؟ بالنسبة للناس في مصر فزي ما قلنا اورليستات، اورليستات، اورلي، ريجيماكس، فاين شيب، اي نوع فيه اسم المادة الفعالة هيجيب معاك نتيجة. طيب، ايه تاني اللي انا محتاج اعرفه عنه؟ ان الدواء ده بيمنع امتصاص 4 فيتامينات مهمة: فيتامين أ، وفيتامين ك، وفيتامين د، وفيتامين ه. فانت هتعمل ايه؟ انت لو بتاخد الفيتامينات دي فمش هتاخدها في بعد الفطار، هتاخدها بعد السحور. طيب، لو انت مش بتاخد فيتامينات فانت محتاج تاخد حاجه من الصيدليه اسمها الابي فورتيل. الابي فورتيل ده هيعوضك عن الفيتامينات دي. هيبان اسمه الصوره بتاعته دلوقتي على الشاشه. ده دواء فيتامينات هيعوضك عن الفيتامينات اللي هيمنع امتصاصها الاورليستات. طيب، انت محتاج انك تعرفه لو انت لسه مكمل معايا طبعا محتاج تعرف ان انت هيبان عليك عرض جانبي للدواء ده، هو حاجه اسمها البراز الدهني، لان هو بيشتغل زي ما قلنا على منع امتصاص الدهون، فملهاش مخرج تاني غير البراز. هتحس بالكلام ده، وده مش حاجه يعني دليل ان الدواء شغال كويس. طيب، الدواء زي ما قلنا موجود في مصر اكتر من اسم تجاري، ولكن اللي انا عايزك تعرفه سواء في مصر او بره مصر ان اهم حاجه تعرف ان الماده الفعاله اسمها الاورالستات، ومنه دواء في مصر بنفس الاسم اورلي ستات. وطريقه استخدامه زي ما قلنا مع الفطار او بعد الفطار او قبل الفطار مباشره. دواء كويس جدا وجميل جدا، وميزته ان هو بيمنع امتصاص الدهون، فبالتالي يبدا يحفز حرق الدهون على مدار اليوم اثناء الصيام، فيبدا يجيب معاك نتيجه كويسه ان شاء الله مع شويه تظبيط في الاكل، خصوصا اكل السحور مع تقليل في الحلويات. فطبعا هيجيب معاك نتيجه كويسه جدا اثناء شهر رمضان. اتمنى تكون الحلقه مفيده، واتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.